السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده. بصوا، انا طبعا يوم المدارس، ايام المدارس دي بيبقى الواحد تعبان من كتر مشاوير الدروس وكده. فانا فكرت النهارده، قلت ايه، قلت اعمل اي اكله سريعه كده ما نتعبش نفسينا وما نقفش كتير في المطبخ. عملت هنعمل ان شاء الله فرختين، هنعملهم في الشوايه، نحطهم هنتبلهم ونحطهم في الشوايه. بس النهارده بقى هنعمل الفراخ بطريقه تانية خالص. هنحط بصل، كام بصله، 3 بصلات وقرن فلفل حراق وحبه حوايج فلفل اسود وبهارات وورق لوري، والفرختين عندنا. وحاجه بقى جديده هنعملها، هنحط تفاح مع البهارات ومع الايه الحاجه دي. بصوا كده، هنفرمها مع بعض. هفرمها وارجع لكم زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. حطيت طبعا الملح، ماشي، والتفاح زي ما قلت لحضراتكم اهو، نقلبها كويس، وليمون وخل ومعلقه، نص معلقه سكر اهو. هنحشي الفراخ مع بعض، هحشيها من جوه، هحشي الفراخ من جوه وهظبطها من بره واوريكم شكلها. بصوا كده اهي، حشيتها من جوه كده اهي. طبعا حشيت من الجنب ده وحشيت من الجنب دوت. بعد كده هنروح مقفلاها زي ما انا عملتها من هنا، هنروح حاطينها، ندخلها من الجنب ده كده، الرجل من هنا والرجل التانية من الناحيه التانية. انا معلش عشان بس مفيش حد واقف يصور لي كده. خلاص، هحط بقى نقطتين زيت على الوش عشان الوش يبقى محمر. انا اخترت الصينيه اللي هي اصغر صينيه عندي، اللي هي في المربع في الطقم ده. احط حبه زيت كده على الوش، خلاص كده. واروح حطها بقى في التلاجة. بعد طبعا اكيد بعد ما تبلتها، حطيت فلفل اسود من على الوش، وطبعا انا حاطه الملح وحاطه مظبطه كل حاجه فيها. هسيبها بقى شويه، اسيبها قد نص ساعه في التلاجة. بعد كده هطلعها واحطها ايه في الفرن. بعد كده تاكلوا احلى واطعم فراخ. ولا تقولي لي بقى شوي من بره، ولا تقولي لي شوايه، ولا تقولي لي اي حاجه. احسن طريقه واسهل طريقه، ولا تتعبي نفسك. واحنا كده كده احنا عارفين، احنا الستات عارفين ان احنا ايه، مشاوير الدروس والمدارس بتبقى تعب بالنسبه لنا. ماشي، هشيلها في التلاجة، ولما بعد كده هحطها في الفرن وهوريها لحضراتكم. بصوا، انا حطيت ورق لوري اهو، وحطيت كركم. انا بحب اعمل جنب الفراخ ديت كركم، رز الكركم. حطيت معلقه كمون، هعمل كده وهنزل عليها بالرز. شايفين كده اهو. افضل اقلب فيها عشان طبعا يبقى مفلفل، في فلفل اسود. اروح حاطه الشوربه، الشوربه طبعا تكون ميه سخنه. الشوربه مع الرز بتدي طعم جميل قوي. انا بستعمل فاين فود، بتبقى طعمها احلى من، بحبها يعني عن ماجي، وبحبها عن الفوريه ما بستلطفهاش بصراحه، بحسها كده ملهاش لازمه. كده اقلبها كويس وايه، وانزل عليها بالميه الايه، بس اتاكد ان الشوربه عملت خالص. وانزل عليها بالميه وايه، خلاص كده. شايفين كده، هسيبه بقى ايه يستوي مع نفسه على نار هاديه. خلصت كده الفراخ دي محشيه تفاح والرز الاصفر وطحينه وسلطه. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تفعلوا الجرس وتدوسوا لايك.